أنا بعمل فيديو ده ردا على بعض الزملاء المحترمين اللي عقبوا على الفيديو اللي أنا عملته بعنوان الدفع الذي يضمن لك البراءة في أي جناية إذا كان في الجناية دي إذن نيابة، واللي هو إن أنا قلت إن أنت بتدفع ببطلان إذن النيابة العامة لصدور على تحريات مزورة. وكان بعض تعقيبات الزملاء المحترمين إن هو قال إن ممكن يجي المجري التحريات ويقر أمام النيابة العامة في تحقيقاته ويقول إن التحريات دي بتنسب إلي أنا اللي عاملها، فبالتالي المحكمة الموضوع مش هتهتم غير بصحة الإجراءات وهتلقي لا تلقي بالا لهذا الدفاع. هذا الأمر غير صحيح. ليه غير صحيح؟ بداية أنا لما بروح لمحضر أو ورقة التحريات الذي بناء عليها صدر إذن النيابة العامة، قلت كده إن أنا بشوف توقيع مجري التحريات، هتلاقيها دائما بتجيب خطوط متشابكة. بجري على محضر التحقيقات ببص عليه بلاقي فيه توقيع واضح ومقروء لمجري التحريات. محكمة النقض خدت الحتة دي على أساس الدفع اللي أنا قلته وعملتها على وزن القياس اللي هو الطعن للنيابة العامة بأي طعن في أي قضية. قالت محكمة النقض كده: إذا طعنت النيابة العامة بطعن في أي قضية ولم يكون للنيابة العامة توقيع مقروء وواضح ينسب لمن أصدره، فإن هذا يصيبه البطلان ولا تنظر إليه ولا تعول عليه محكمة النقض. وبناء على ذلك احنا لو قسنا هذا الموضوع على مجري التحريات هنلاقي الموضوع كده، ان هو هل محكمة النقض مع النيابة العامة مش مجري التحريات بقى؟ يعني اللي أصدر الطعن ده معروف ان هو صادر من النيابة العامة. ممكن محكمة النقض ترفع التليفون تتأكد من شخصية النيابة هي اللي أصدرت الطعن ده ولا لا، أو ممكن النيابة تبعت جواب لمحكمة النقض وتقول لها محكمة النقض أنا اللي أصدرت الطعن ده، أو ممكن محكمة النقض تستعلم من المحامي العام فتعرف إن الطعن ده نسب للنيابة العامة. ده الأولى النيابة. ليه؟ المحكمة أدته بطلان ولا تنظر إليه ولا تعول عليه وياخد رفض الطعن بتاعها ده خالص، لا عدم قبول. ليه؟ لأن محكمة النقض قالت إن لم يكن للنيابة توقيع مقروء على الطعن لا يقبل وياخد بطلان. ليه؟ لأن هذا الطعن له ورقة صدر من موظف عام وله الصفة الرسمية، وتعتبر الصفة الرسمية لهذه الورقة منذ ولادتها، منذ أن أقر الطاعن بطعنه، إن النيابة العامة عملت الطعن وأقرته. ما يكونش